ادي الصورة اهي. اوكي طيب وانس ان انا عملت كده، اول حاجه بعملها ان انا اعمل ايه؟ انسب مقاساتي، صح؟ اكتر حاجه واضحه هنا بالنسبه لي هي المقاس بتاع الباب، صح؟ فده تقريبا هيكون متر، صح؟ ووراه تقريبا قده، فدي متر كمان، والحته دي قد الحته دي تقريبا. لو احنا قلنا ان ده مثلا 30 سنتي، فاحنا هتلاقي ان دي ده 2 متر 30، وهتلاقي ده مثلا هنا هنقول ان هو مثلا تقريبا بقيته كده هيبقى 5. اوكي، يبقى انا عندي ماشي كده، وبعد كده خد حته صغيره كده وكمل. فده كده الجزء الاولاني. ممكن حتى انا ما عنديش مشكله اكمل اطوله اكتر من كده شويه عشان اقدر ان انا اخد الصوب براحتي. وبعدين عندي الجزء دوت طالع كده، وفي الارك اللي موجود هنا. احنا ممكن نقول ان الحته دي تقريبا قد الحته اللي هنا دي، فده كمان هيبقى متر، وهيبقى الفتحه بتاعتي مثلا متر 20 بتاعت الارك دي، وهتكمل كده. وده اللي ظاهر عندي في الشوت، مفيش حاجه تانية ظاهره في الشوت، صح؟ اكشولي كل اللي انا محتاج ان انا اعمله ان انا اعمل ايه؟ هرسم الحوايط بتاعتي سريعا. فهرسم من بوكس كده، خلينا كلير بقى اللي انا عملته ده. هرسم بوكس. اول بوكس هيبقى 2 متر 2 بوينت كام 30. ده اول بوكس موجود عندي. وبعدين المفروض ان البوكس ده as a reference، لو انا خدت شيفت كده ورحت واخد منه نسخة، هجيب النسخة دي هنا عشان تطلع لي الجزء بتاع الحتة اللي طالعة من الحيطة دي. ممكن ان انا ازودها، اخليها مثلا هخليها 3 متر اوكي. و هسناب دي على دي كده. ممكن انا لو انا حابب اخلي ده اكبر شوية البارز بتاعي، اوكي. وبعدين الجزء اللي هنا ده، حضرتك بدأت البوكس عشان مثلا مفيش وقت قوي، ولا حضرتك قلت ان سبراين بيبقى اكيوريت اكتر؟ فايه الاحسن مثلا؟ لا انا هرسم اس بي لاين اصلا، بس انا بحط ريفرنسز ليا عشان نحط المقاسات. ده متر، وهجيب ده هنا اوكي. وبعدين نفس ده كده هاخد منه نسخة تانية، والنسخة التانية دي مفروض انها هتكون زي ما قلنا متر ونص. وبعدين هكمل بعد كده ايه نسخة تانية تكمل الحيطة من هنا، مش تفرق معايا في حاجة. حلو. طيب في الجزء اللي هنا دوت انا عندي ال 30 سنتي هيبقوا هنا، مش هتفرق بقى ايه. خلينا ماشي، ممكن نخلي ده 0.3 واجيبه الاول هنا، او ارجع بيه كده، وبعدين اخد منه نسخة كانسل. هقفل السناب واخد نسخة واخلي النسخة دي متر. فانا اول بداية عندي هنا هتبقى الاول متر، وبعدين واحدة تانية متر، وبعدين ال 30 سنتي. انا هاخد من هنا كده نسخة تانية متر، وبعدين النسخة 30 سنتي. فانا كده قسمت الايه التفاصيل بتاعتي. هجيب لاين بلاين، ودايما اللاين بخلي السناب بتاعه 2.5 ليه؟ عشان يرسم على 0 0 0. تمام. هجيب بقى اللاين من اول هنا كده بشفت، وهرسمه كده، وهجيب ده كده. ده كده ايه الحيطة بتاعتي الاولانية as a plan. ومن هنا كده اهو الحيطة التانية اللي فيها الفتحة دي، ممكن اسناب هنا وبعدين اسناب هنا. انا ببقى دايس شيفت عشان
ابقى ماشي ستريت. اوكي هعمل شيفت اس بحيث ان هو يخفي شيفت جي قصدي عشان يخفي 3 دي وابقى شايف ايه اللي حاصل. فهتلاقي ان هو كده فتحتين بس بتوعي اللي موجودين اهم، والحيطان الباقيه كلها خلصت. تمام خلاص بالنسبه لي ممكن اعمل شيفت اس فامسح ال 3 دي كله تاني ويبقى لي بس مين ال 2 دي اللي انا عملته. هنعمل شيفت اس الايه بالظبط؟ شيفت اس بتخفي 2 دي. تمام اوكي هعمل اتاتش واختار دول خلاص كده دول بقوا موجودين عندي. مجرد ما هعمل اكسترود هيطلع لي ايه الارتفاع اللي انا عايزه اللي هو مثلا 3 متر. حلو انا كده بالنسبه لي الاوضه تقريبا خلصت يعني، او الشاط اللي موجود قدامي ده هو ده اللي انا عملت له موديلنج. ممكن بقى والله انا بقى عايز اكملها هسحب الفيرتكس او هسحب الفيرتكس دي اهو، هسحبهم كده عشان الاوضه نفسها تبقى باينه انها اوضه كبيره او تكمل معايا اوضه. اوكي وما عنديش مشكله خالص ان انا او جاي قافل بعد كده خلاص ده ال3 متر دول هقفل بعد كده بايه ممكن بلاين تاني، ممكن ببوكس زي ما انت عايز، مش تفرق معايا ان انت هتقفل ازاي. هسناب من هنا كده وهسناب لحد هنا كده اهو بوب بوب باك سبيس. اوكي خلينا نقفل كده اهو. ممكن نمسح اخر واحد ده وبعدين كل اللي هنعمله بعد كده ممكن نعمل اوتلاين بحيث ان يبقى ده ليه ايه تكنس ويقفل الشكل. كل اللي ورا ده مش هيفرق معايا لان هو مش هيظهر معايا في الايه في اي حاجه. حلو طيب خلاص كده الكتله عندي اهي. كل اللي هحتاج اعمله بعد كده ان انا اقفل التقفيلات اللي فوق دي. فهنا التقفيله اللي هنا دي هتبقى عباره عن ريكتانجل عادي خالص اهو من هنا لهنا، وهنعمل له اكسترود وهننزله على ارتفاع ايه 22 وهنا هيبقى كام 0.8 مثلا. طيب هنا هيبقى في عندي ريكتانجل، الريكتانجل دوت هيبقى موجود من هنا كده بس الزد بتاعته لقدام. اكتشولي الريكتانجل ده هو المفروض يوصل ما يوصلش للاخر بس انا هوصله وبعد كده ارجع اظبط عادي الارتفاع بتاعه على حسب ما انا عايز. اوكي وبعدين هجيب ارك وارسم الارك بالسناب من هنا اهو لهنا وامسك الريكتانجل احوله اديت اس بي لاين واعمل له اتاتش زي ما انا عملت من شويه. و بصوا قبل ما اعمل كده او ماشي ما فيش مشكله اعملها الاول. هعمل كده الريكتانجل ده همسحه وبعدين همسك الفيرتكس اللي هنا دي واعمل لها فيوز ويلد ونفس الكلام الفيرتكس دي فيوز ويلد عشان اتاكد انها مظبوطه. وعشان اقفل الجزء اللي فوق دوت كل اللي انا هحتاج اعمله ان انا امسك الايدج اللي تحت واطلع بيه فوق فقلب بس الشكل بتاعي. اوكي هتشيك بس ان الفيرتكس كمان طلعت معايا لفوق سواء هنا او هنا. الارك ده الخط بتاع الفيرتكس ده لازم يطلع معايا لفوق. هعمل اكسترود احنا طلعناه زياده عن اللزوم. اوكي همسك الفيرتكس دي واعمل لها كورنر اهي. الفيرتكس المفروض ليها تانجنت صح؟ شايفه التانجنت لو اللي تحت هتلاقي التانجنت الجزء ده عامل كده فانا برفع التانجنت يطلع مع الايدج اللي فوق بس. اللي فوق عشان لما كانوا بيزير كورنر كان الارك ده برضو نفس الكلام كان ده مرفوع لفوق فكان استنى كان عامل كده عامل انترسكتنج يعني. مش طريقة اسهل من كده للارش؟ لا مفيش. هعمل كورنر واقدر بعد كده اعمل ايه
الاكستروجن بتاعي العكس. اوكي، طبعا لو اديت دول كلهم نفس اللون خلاص هتلاقي التفاصيل كلها مظبوطه ومفيش مشكله في اي حاجه في الحاجات اللي موجوده عندي دي. اوكي، هتكلم معاكم على شويه حاجات اسمها البلاجنز او سكريبتس. بلاجنز او سكريبتس دي بنبدا ان احنا نستخدمها عشان خاطر ان انا اكريت حاجات تسرع الشغل بتاعي او تسرع وانا بشتغل. فمن ضمن الحاجات المهمه جدا هتلاقي البلاجنز والسكريبتس دي هتلاقوها في الاونلاين كورس موجوده، وهتلاقوها كمان في على اليوتيوب عندي في هنا كده اهو بلاي ليست كامله بلاجنز وسكريبتس. تمام، انا هتكلم دلوقتي على سويب بروفايل وهتكلم على حاجه ثانيه اسمها فلور جنريتور. فلور جنريتور ده بلاجن سويب بروفايل سكريبت. الفرق ما بين البلاجنز والسكريبتس ان السكريبت ممكن تسطبه والماكس مفتوح، البلاجن لازم اقفل الماكس عشان احطه في السي وبعد كده ارجع افتح الماكس تاني فيلود مع الماكس وهو بيتفتح. تمام، طيب اللي انا عايز اتكلم عليهم دول عباره عن ايه؟ اول حاجه بعد ما خلاص خلصت التفاصيل بتاعه الارك اللي احنا بتاع دوت، التفاصيل بتاعه الانتيريور الاساسيه بتاعتي، خلينا نخلي ده 3 دي عشان اسنابه هنا. هعمل ايه؟ هاجي من التوب وهكرييت لاين، واللاين دوت همشي بيه على كل الانتيريور من جوه بتاعي. اوكي اهو. اوكي، طبعا انا ممكن اخليه كل كورنر لو جيب الغلط معايا بالشكل ده. حلو. هناك مشكلة صغيرة هنا، هنمسك بس ده نعمل ريفاين لفيرتكس في الحتة دي ونريفاين واحدة تانية عشان نمسكها وننزلها هنا عشان يبقى ماشي ستريت والدنيا تمام. اوكي، فهتلاقوا ان اهو ده اترسم بالشكل ده. هو اللاين ده الغرض منه ان انا اعمل ايه؟ هعمل بيه مثلا الكورنيشة اللي موجودة هنا. طيب بروح لسكريبتنج واعمل ران سكريبت. اوكي، وبعدين هدخل سكريبت اللي هو اسمه سويب بروفايل. ده هتلاقوه في الديسكريبشن بتاع الفيديوز، تقدروا انك تعملوا داونلود ليه على طول. هتلاقيه برضو بيشرح ازاي تسطبه. هختار السكريبت ده، دبل كليك عليه وهعمل انستول. اوكي، وانس ان انا عملت انستول هتلاقيه موجود في كاستمايز يوزر انترفيس في التول بارز. اوكي، في التول بارز دي بقف هنا واكتب اس دبليو، هتلاقيه هنا اهو سويب بروفايل. طب اعمل بيه ايه؟ تقدر تسحبه وترميه في اي تول بار كده، او تقدر تعمل تول بارز للسكريبتس خاصه لوحدها. يعني انا عامل تول بار هنا اسمها سكريبتس اهي، حاطط فيها معظم السكريبتس اللي انا بشتغل بيها على طول. هدوس عليه هتلاقيه طلع لي كده ايه زي لايبرري سريعا للسكريبتس. ممكن ان انا اختار منها مثلا حاجه زي دي. وانس ان انا اخترت ده هتلاقيه نزل بالشكل ده وكانه اتحط عليه موديفاير سويب. ممكن بس تتشك ان انت ايه الالاين نفسه هو اللي محتاج يتظبط. خلاص اهو، فعمل لي الجزء اللي فوق ده. دوست على سويب بروفايل بس كده ودوست على حاجه فخلاص عمل لي ده. تمام، تقدر ان انت بقى تحدد الارتفاع زي ما انت عايز. ممكن طبعا الاول اخد نسخه منه كابي واقوم قايل له انا عايز اعمل لها اكسترود عشان تعمل لي ايه، تعمل لي السقف بتاعي. اوكي اهو، وده كده عمل لي سويب فعمل لي الايه الكورنيشة. نفس اللاين اللي انا كنت رسمه. السقف اتقفل ازاي بقى يا جماعه في ايه؟ متهزروش، ده اللاين اللي انا كنت عامله سويب. عملت كنترول في كابي ومسحت سويب وحطيت اكسترود بس، فراح عامل اكستروجن فقفل السقف. حلو، طيب جميل.
تمام. وبعدين هعمل ايه بعد كده؟ هبدأ ان انا اجي حوالين الفريم اللي موجود عندي ده، حوالين الباب ده، وارسم ريكتانجل من هنا كده بالسناب، وممكن ان انا convert to edit sp line بحيث ان انا امسك ده و اعمل outline بحيث ان هو يبقى اهو كده. انا عملت ايه؟ اوتلاين للجزء الخارجي ده، للفريم اللي بره ده اهو. خلاص اللي جوه اللي بره ده انا مش عايزه، الفريم ده مش عايزه انا، وكمان مش عايز ده. يعني اكشولي انا عايزه يوصل لحد هنا ومش عايز الحته اللي تحت. وبعدين هدوس على سويب بروفايل، اختار حاجه صغيره وليكن مثلا ده. اوكي، وانس ان انا اخترت ده ابص بس كده بحيث انه يخرج بره، ومن الانجل هنا خليه 90. لو حسيت انه كبير شويه بروح ادوس على سويب بروفايل تاني واصغره من هنا. شايفين ده؟ بقول له 0.03 مثلا اهو. فده كده الفريم اللي هيكون حوالين الايه؟ الباب بتاعي. نفس الكلام، نفس الفريم ده بنفس كل حاجه موجوده فيه. هبدأ ان انا اشتغل عليها فين؟ في الحيطه اللي موجوده هنا. هو غالبا نفس الارتفاع، فانا ممكن اصلا اخد نفس الريكتانجل واعدل عليه. اوبس، هاخد نفس الريكتانجل كده عشان يبقى واخد نفس الارتفاع، والريكتانجل ده هو واقف لحد اي ثينك ان هو واقف لحد النص هنا. فنرجع بس لللاين بتاعه ونمسك اللاين ده نرفعه لفوق، نخليه كورنر، اتاكد ان هم كلهم كورنر عشان يبقى ايه؟ مظبوطين، ونكونكت الفيرتكس دول. فكده احنا عملنا ايه؟ ادي الفريم بتاعي. طبعا انا ممكن اعمل الاين على الواي لو انا حابب، فيبدأ ان هو ايه؟ يشتغل. بس لازم لما اجي اعمل الاين، لو انا عايز اعمل الاين على الواي، عشان برضو هعمل الاين على بلان. ليه على البلان؟ لان الواي بتاعت ده الالاين بتاعها الماكسيموم بتاعها هنا، فاهمين؟ يعني احنا راسمين لاين كامل. فانا همسك دول واقول له الاين على البلان في الواي من مينيموم، من ماكسيموم، من ماكسيموم لمينيموم. اوكي، من ماكسيموم لماكسيموم اصلا، من مينيموم لماكسيموم، لا العكس، ماكسيموم لمينيموم. اما هتجربها لحد ما تظبط معاك كده. ظبطت معايا. اوكي، اللاين فاكره لما كنا بنعمل، لو انا عايز اخلي بوكس فوق بوكس تاني او حاجه فوق البوكس ده، كنت بعمل ايه؟ بمسك البوكس اللي انا عايز احركه وادوس الاين واختار الاوبجكت التاني وحدد الاكس اللي انا عايز الاين فيه. فانا مثلا الزد من المينيموم، من اصغر حته في البوكس ده لاعلى حته في البوكس ده، فاكره؟ فكده اهو دلوقتي ده بقى فوقيه بالظبط. نفس الكلام انا ممكن اعملها على حيطه، ان انا اخلي التابلو يلزق على الحيطه بالظبط، او الحاجه اللي موجوده عندي تلزق على الحيطه بالظبط. همسك البوكس ده وادوس رايت كليك اوبجكت بروبرتيز واعمل باك فيسكال لا سوري ديسبلاي از بوكس. لما اعمل كده خلاص بيبقى ايه؟ شفاف، اقدر ان انا ابص من تحت عليه. هرسم بلان على الارض بحيث ان هو يديني الايه؟ الارضيه اللي موجوده عندي هنا، اللي هتبقى هنا. وهحط الكاميرا بتاعتي من التوب من هنا كده اهو، في راي فيزيكال. وهبدا ان انا احط الكاميرا بتاعتي. السقف عشان اخليه يمشي اعمل ايه؟ انا قلت عشان اخلي السقف يبقى شفاف بدوس رايت كليك اوبجكت بروبرتيز ديسبلاي از بوكس. اوكي طيب هنا في تكمله بسيطه باينه، وهنا كمان في تكمله باينه. اكشولي التكمله دي انت مش محتاج ان انت تظهر فيها تفاصيل. يعني لو انت بتعمل شوت بس كده فانت ما عادي اعمل بوكس عادي خالص كده اهو، واعمل فيه الديتيلز. بس هو مجرد البوكس ده اللي يظهر
معاك، ما تعملش، ما تأفورش يعني، مش لازم تعمل كل الموديل اللي موجود، بس اهم حاجه في الموضوع ان ده يتقفل يعني، الا لو كان هو مثلا بره، ده اكستيريور بره فهيخش الشمس منه، اتس اوكي. انا واضح ان هو كده اصلا. اوكي، وفي عندي بوكس تاني هنا، ده بقى انتيريور، فده لازم اقفله. يعني ايه لازم اقفله؟ يعني لازم اعمل له اكستنشن كده ويتقفل خالص. لو انا بس بموديل من اجل الشوت، لكن لو بموديل من اجل التفاصيل كلها انت بقى هتبقى عارف المقاسات بتاع جوه وبره والبلان شكله عامل ازاي. لكن انا هنا عايز الشوت، فهاجي من التوب كده واجيب الكاميرا، اجيب الفي راي، واقوم رايح جايب في راي فيزيكال كاميرا، واحط الكاميرا بتاعتي هنا اهي، بحيث انها تبقى شايفه الشوت ده. شيفت اف، فده سيف فريم اللي هو احنا قلنا بنظبطه منين؟ من ريندر سيت اب، من كاستمايز هنا، خلي ده من اوتبوت قصدي، بخلي ده كاستم، بدوس رايت كليك هنا 564، هكتب هنا 564، بدوس رايت كليك تاني 705، هكتب هنا 705. اوكي، شكرا ليك. الكاميرا نفسها بقى هنديها مثلا 1.60 متر ارتفاع، ونمسك الكاميرا تارجت، نبدأ ان احنا نرفعها لفوق شوية عشان نظبط الايه، اللقطة اللي احنا شايفينها. actually بقى اللقطة اصلا اقرب من كده. نفتح ده، قفلنا اللقطة ليه. اوكي تقريبا كده. تقريبا اوكي. هنبدأ ان احنا ايه نكمل التفاصيل الصغيرة اللي باقية. هو في بس هنا شوية الشبابيك اللي هتتفتح هنا هنا وهنا، وبعدين الأرضية. هروح اجيب هنا بوكس تاني باوتو جريد كده، وهرسم البوكس هنا كده اهو، نفس البوكس ده اللي هفتح بيه الشبابيك سواء هنا او هنا، او ان انا هاخد كابي منهم 90 ديجري كده، واعمل ايه، واخد الشباك ده هنا واخد منه نسخة تانية هنا. perfect. compound objects propylene start picking، وهبيك الاتنين دول، ونفس الكلام هنا compound objects propylene start picking، وهبيك الاتنين دول. ممكن اشتغل على شباك واحد وبعدين ابقى اكابي على كله. actually هرسم بلان هنا، والبلان دوت هو فيه شكل التفاصيل بتاعت الشباك بتاعي. هحوله edit poly، وامسك البوليجونز كلها، هعمل insert مرة، وبعد كده apply واخليها by polygon. اوكي، اعمل extrude من ماينس لجوه، فكده عملت الفريم بالشباك. ممكن اعمل ديتاتش عشان يبقى later ابقى دي ده لوحده. تسليت؟ ايه تسليت؟ لاتس. لا مش لازم. يعني هو نعملها في البيت من بره مش عارف، مش فاهم. التسليت دي بتزود سيجمنتس بالطول بالعرض بس. ايوه، وبعد كده نعمل نمسك البيلدنج اللي جوه نعمل فيه.
نو لازم اعمل انسert اخد اوفست من كل كوبي من كل بوليجون. هو هيجيب لي واحد بطول واحد بالعرض. ماشي ده تسليت. هو احنا ليه اصلا فتحنا الشبابيك وهي كده مش باينه؟ هو عشان لا باينه. الاضاءه الشبابيك مش باينه اللي احنا فتحناها الصوره. هو واحد، أصلاً اتنين. اللي على الشمال ده انا شايفه باب مش شايفه شمال. ده اللي على الشمال ده اه لا يا ابني اهو. اه هو الباب ده مفتوح فمبين لك ان في شباك هنا وفي شباكين فوق بعض اصلا يعني. ما علينا مش يعني التفاصيل دي ممكن انت تركز فيها في البروجكت بتاعك. تسليت بتعمل كده. طيب ماشي وامسك بقى ثانية واحدة بعملها كده وبعد كده بمسك البوليجون اللي جوه ده واعمل له ديليت فبيخلي لي الحاجات اللي بره دي مفرقة. امسك البوليجون ايه اللي جوه فين؟ أنا هعمل- بصي الفرق ده ديسليت وده انسات. انسات هو اللي انا ممكن اعمل اللي انت بتقولي عليه ده. مسكت دول عملت انسات باي بوليجون فكده هو خد اوفست من كل واحد لجوه. ده دلوقتي انا هروح اعمل ديليت واعمل شال بعد كده. انت كنت عايز تقولي انسات. لا انا بعمل ديليت بس هي نفس الطريقة. مفيش طريقه والله ما ازاي؟ طب قولي لي. ايوه انا كنت بعمل لها انسات بعد كده بس انا كنت بعمل الخطوط نفسها بالديليت. لو انا بقى بادئ بصفر سيجمنت ايوه ماشي. لو بادئ بصفر سيجمنت يبقى انت صح. خد ياض هنا. اوكي نفس الكلام بقى ايه. هناخد كابتن كوبي ده وننقله هنا ايه نروتيته. هو انا ازاي اعمل ارتفاع جلسة في السرير ماكس عشان دايما مش بعرف اظبطها يعني الشباك يبقى على ارتفاع معين من الارض. لو انت عامله بروبولين كده فانت كان ممكن تحطي البوكس من الاول او ان انت بعد كده تمسكي البوكس ده كده وتروحي لدبليو هتلاقيه هو قايل لك ان هو 60 سم من هنا. قولي له لا انا عايزها 8 بس طبعا لازم تمام. طب تطلعي. ارتفاع الشباك بقى بيبقى حسب ارتفاع البوكس صح؟ ايه يعني انا عارفة الجلسة كده ارتفاع بقى الشباك من فوق. ده المفروض بقى 2 متر 20. انت تمسكي ده وبرده تكتبي هنا 2.2. يعني بعمل سيلكت للبوليجونز من البولي اصلا وظبط الارتفاع كام. ممكن. ليه لا ينفع في حاجات تانية يعني سواء من البولي او من اي او من 2 دي لو انت عندك لو انت راسمه ب 2 دي. تمام. ها كده هنقفل دول كمان. ازاي جبتها على الفيرتكس من غير ما تروح على مكان الفيرتكس نفسها؟ هي راحت في اتجاهها. دي خبرة. حد يقول له يا جماعة الخبرة دي ازاي؟ اللي هو تقريبا بالفعل الاكس والواي الفيرتكس الاكس والواي. مش احنا في السنابس هنا في حاجة اسمها اكسس كونسترين بس مشغلين اكسس كونسترين. انا بتحرك في الاكس بس. طب لو عايز احدد الاكس بس او الواي بس كليك عليها او لو انت بقى عايز تشوفها فعلا بعينك افتح اكسس كونسترين اهو. شايف الاكس والواي زد ده اهو. نرجع للكاميرا كده خلاص تمام. اوكي همسكهم كلهم واروح للماتيريال واقوم رايح حاطط عليهم. طبعا هنختار من الاول هنا في راي هختار باكيت وبعدين هنزل كلهم عليهم ماتيريال جراي. كده انا خلصت الايه الموديلنج. كل اللي هيتبقى بالنسبه لي هي شويه بلوكات هتنزل. كل ده كده بلوكات
الباقي كله. فممكن نروح سريعا كده. انا لسه كل ده ما سيفتش، فممكن الكهرباء تقطع عن المره اللي فاتت نزعل كلنا. انتيجر اوكي. حضرتك كنت قلت لنا مثال نعرف الباص ازاي بتاعت الويندوز. لا ما قلتش كده. بص اول حاجه بعد ما عملت سيف لده بعمل فولدر جنب الفايل بتاعي واسميه مابس. الفولدر ده بحط فيه كل الصور او التكتشرز بتاعت البلوكات اللي انا بستخدمها. يعني انا دلوقتي رحت لللايبرري، هروح مثلا لدي، عايزين ناخد مودلز لكنبة عشان الصورة عاملة ازاي. كنبة خضراء ممكن ناخد حاجة زي دي. طبعا انتوا خدوا وقتكم ان انتوا ايه تدوروا براحتكم لحد ما توصلوا لحاجة تبقى مناسبة. ممكن اخد دي 379 397 397. هننزل تحت هنا هتلاقي فيه في المودلز من 381 ل 430 ده هتلاقي فيها ايه. بفتح ده كده باخد منها بس 397 ده واقول له extract اوكي paste all. نروح هنا كده اهو 300 هو ده اهو. اهم حاجه انك تاخد كل التكتشرز كل الصور دي تاخدها كابي وتروح عند الفايل اللي هو انت حطيته اللي اسمه مابس تعمل بيست جواه، بحيث لو في اي وقت الماتيريالز ضاعت منك اي حاجه ضاعت منك الفولدر ده يبقى الريفرنس اللي انت تقدر ترجع له في كل حاجه وترجع الماتيريالز بسهوله. اوكي هسحب بعد كده ده دراج ودروب جوه الفايل واعمل ميرج. لو طلع لك المسج دي اعمل كليك الاول في الفيو عشان تتاكد ان البلوك نزل وبعد كده اقفلها. البلوك نزل واقف على الحيطه. اوكي انا اوكي نعمل له روتيشن ونتاكد بس ان هو معمول جروب او نعمل له جروب مره تانية. خلاص كده ايه بلوك موجود عندي. اهم حاجه ان انا اعمل الاين على الارض في الزد من مينيمم تو ماكسيمم عشان اتاكد ان هو ايه مش طاير. اوكي ممكن نرجع باللقطه سنه بس يعني هي مش المفروض انها كده. غالبا هي كده. اوكي mirror copy او instance واخد نسخة منها هنا. Alt Z ممكن ارجع تاني ندوس Ctrl R نكسر ده كده عشان هو يبقى Alt Z و Ctrl R شوف كاتس ايه بالظبط عندي. كنترول ار بيلف بيعمل اوربت كاميرا بيلف الكاميرا والت زد بيخليني اطلع لقدام. يعني الت زد كده بيحرك الكاميرا لقدام او لورا.
كنترول ار بصي بتخليكي تعملي زي اوربت كده. تمام. اوكي هنعمل الفاير بليس اللي هنا دي برضو بلوك موجود، نقدر ان احنا ايه نجيبها. I think ممكن نلاقيها في البلوكات دي. لو حد شاف هيقول لنا. frames, flags, fireplace. fireplace and reveal. الوانية دي صح؟ بص على الصورة تاني كده. اوكي خلينا ناخد دي، نعمل اكستراكت وناخدها. اوكي هاخدهم كلهم كده واروح للفايل بتاعي في مابس واحطهم هنا. ممكن اخد فايل الماكس بقى اسحبه دراج ودروب وميرج. برضو هكليك الاول هنا وبعد كده اقفل اهو، روتيت بالانجل سناب. اوكي ممكن نعملها سكيلينج شوية، احطها تحت البتاع دي اللاين هنا. اوكي بيرفكت. نظبطها بقى زي ما انت عايز. اوكي هنقفل الماكس خالص وبعدين ناخد فايل اسمه فلور جنريتور، هناخده كوبي وهنروح على 3D Max من على ديسكتوب وهندوس رايت كليك اوبن فايل لوكيشن، هنفتح بلجنز ونعمل بيست هنا وبعدين نفتح الماكس مرة تانية. فلور جنريتور مجرد ما هتحطه وتفتح الماكس مرة تانية هتلاقي بقى فيه موديفاير عندك اسمه فلور جنريتور. وانس انك انت اخترته بيعمل جنريت في الارض كده لايه، لزي ارضية خشب بالشكل ده. تقدر ان انت تتحكم في مقاساتها من هنا، مثلا اقول له متر مثلا في 20 سنتي اهو. هي هتفرق ايه لو انا عملت الارضية؟ يعني picture الارض يعني لا هو ده عمل موديلنج ليها، تمام، بتبقى مور ريل يعني. بس طبعا هو مبيبقاش كده، ممكن الغي البيفل لو انا حابب اقرب دول من بعض. ممكن اصلا اخد نسخة يبقى البلان ده تحت فوق بلان تاني. ممكن اعمل تشكيل بقى مختلف، يعني اللي هو السبعات والثمانيات ده. ممكن تقول تاني عندي عشان هحطه موديفاير فلور جنريتور لا بعد ما سطبناه يعني. اه هقول لك حاضر. السيت اب بتاعه سهل يعني. انا كده كده انت لما تاخديه هتلاقيه على اليوتيوب. كل الفكره ان هو فايل صغير كده بتاخديه كوبي، والفايل ده بتروحي على بلجنز بتاعت الباث بتاعت 3D Max وتعملي بيست هنا بس.
تفتحي الماكس بس هتلاقيه. بعمل كده كل مرة ولا هي لا هي مرة واحدة بس، مرة واحدة عشان يبقى موجود عندك مش اكتر. اوكي. ممكن ده سبعات زي ما بقول لكم كده، شايفين هو عمل دلوقتي سبعات وثمانيات، ممكن ياخد شكل تاني مثلا زي كده، ممكن ياخد شكل تاني زي كده، ممكن ياخد هيكساجونالز. هو شغال باركيه بس؟ خشب. لا باركيه بس، هو السيراميك هيتعمل خشب يعني في السيراميك يعني حاجة مربعة. طب انا دلوقتي عندي ده متر مثلا، في السيراميك كام؟ 60 سنتي في 60 سنتي بقى ايه؟ 60 سنتي بقى سيراميك صح؟ بس الاوفست دوت ممكن ما يبقاش في السيراميك، فالغي الاوفست. يعني شايف في 20% اوفست زيرو، فاهم؟ هو ارضيات في كل حاجه بقى. تمام. عايزكم تتفرجوا على فيديو على عندي هنا اسمه، يعني هو ده اللي موجود هنا اهو، افضل بلاجن اللي عمل الارضيات. وفي فيديو تاني هتلاقوني ماسك فيه بتاع خشبه كده اهو، احسن موقع لخامات الارضيات. ده هيفيدكم في الماتيريالز ليتر، ليه علاقه برضو بنفس التوبيك. اوكي. هنخلي ده مثلا متر في 20 سنتي، ونخلي الاوفست 20% زي ما كان، ونروح نخلي ده ايه يبقى سبعات وثمانيات كده عشان ايه زي الشكل اللي موجود عندي. وبرضو ممكن نروح بقى نجيب اي من اللايبرري هنا برضو، دول مثلا اختار اي ممكن حاجة، ممكن دول او ده لوك ايرويني. نروح نشوف فين لوك ايرويني ده اهو. هسحب الصورة، هاخد الاول التكتشرز. اوكي. هاخد الفولدر بتاع التكتشرز ده هنقله في المابس عندي، وبعدين ناخد فايل الماكس ده دراج ودروب هنا وميرج. اوكي. نرميها في اي حتة هنا كده ونقفل. اختار بقى ايه اي واحدة كده مناسبة هنا نحطها. اوكي. مبدئيا كده احنا ايه تقريبا خلصنا الموديل اللي موجود عندي. احط لايت، لسه هنديزاين اللايت او نفهم بقية تفاصيل اللايت ليتر، بس انا هحط لايت بسيط خالص كده في السقف، خليه انفيزبل عشان نتست عليه. وخلينا نتست كده ونشوف. اوكي كده انا هحتاج احط لايتس من بره، فانا هعمل ايه؟ همسح يعني هفتح الجروبز دي وهمسح الازاز دلوقتي. ممكن نبقى نعمل له، يعني كان ممكن نعمل له هايد. اوكي. وهاجي من التوب كده وهحط اللايت في راي سن، وهجيب السن بتاعتي بالشكل ده كده. يس. و ابيض او اسود. اوكي عشان environment مش اكتر. كده الاضاءة جت من بره اهي. ليتر بقى نتكلم عن موضوع الاضاءة ده بالتفصيل، مش ما تشغلوش بالكم بيه. انا يهمني بس فكرة ان انت تكون الصورة اللي موجودة عندك، تحاول تسيميوليت على قد ما تقدر كل التفاصيل اللي موجودة فيها.
هو احنا عملنا قبل الشبابيك باين كده، احنا عملنا جروب اصلا. كنا عملنا جروب. تمام يا شباب، حد عنده اي اسئله في اي حاجه ليها علاقه بالموديلنج؟ هو احنا كده مش معرفين الباص بتاعت البلوكات اللي احنا حاطينها، صح؟ هو طالما محطوطه جنب الفايل خلاص هو اوتوماتيك بيكون معرفها. هو في إحنا- تول كتير بس لا فيه. طالما انا حاطط فولدر المابس ده، حاطط الفايل الماكس جنبيه، هو اوتوماتيك بيقرا اي حاجه جنبيه، مش محتاج انك تعرفها. اوكي، الحاله الوحيده انك انت تبقى عندك لايبرري كامله مثلا موجود فيها تكتشرز وانت دي تستخدمها على طول، فبتعرفها بحاجه اسمها بروجكت باث او يوز بروجكت باث. ازاي؟ عن طريق كاستمايز configure project path، ومن هنا بتحدد تقول له اد وبتحدد الباث. اوكي، بس في حاجه تانية انا لسه هتكلم عليها اسمها ري لينك بيت ماب. انا هتكلم يعني هيبقى فيها، هتبقى اسهل من دي وبتخليني اعرف اوصل للتكتشرز بتاعتي. بالنسبه للسؤال التاني measuring tool، في measuring tool بس يعني استخدامها بيبقى قليل، لان انا بريفرنس على بوكس اسهل. شايفه هنا كده بنروح لهيلبرز، من كرييت هيلبرز حاجه اسمها تيب. فتيب دي انا برسم بيها مثلا لو انا عايز اقيس الباب ده قد ايه، فهرسم عند الباب هيقول لي ان ده متر. هرسم مثلا دي كده اهي، فيقول لي ان دي متر 160 وهكذا. تمام. اللي انا عملته ده هو ده بالظبط اللي انتوا المفروض تعملوه في 3 بروجكتس. هتعملوا موديلنج كامل لل 3 بروجكتس كاملين بكل التفاصيل اللي موجوده فيها. تمام. طيب تاكيدا على اللي انا عملته دوت، وتاكيدا برضه على محاضره المره اللي فاتت بتاعت الاوتوكاد، المره الجايه التاسك بتاعكم هيكون تفتحوا اليوتيوب عندي، هتلاقوا في حاجه اسمها interior from AutoCAD to render. interior from CAD to render انا عايزكم تمشوا فيه بمراحل كامله، موديلنج، لايتنج، ماتيريال، ريندر. المره الجايه عايزه كامل ريندر، هو مش كبير يعني، هتلاقيه كله على بعضه متسجل في ساعه، بس انتوا هتلاقوا يعني هياخد منكم حاجات وقت اقل من كده، وكمان محطوط الفايل الاوتوكاد جاهز وفايلات البلوكات كلها جاهزه. فكل اللي انا مطلوب منكم ان انتوا امشوا على الخطوات كامله، عشان لما ببدا ان انا اخش على لايتنج يبقى الموضوع بالنسبه لكم سهل وقادرين ان انتوا تتعاملوا معاه. المره الجايه عايز الورك شوب دي الشوتس بتاعتها خلصانه وريندر. يا جماعه بعد اذنكم احنا خلاص في المرحله انك انت دلوقتي خدت التولز كلها وفي مرحله الانتاج. المرحله دي هي اللي هتخليك انت حاسس ان انت استفدت من الكورس، وحاسس ان انت بتطلع، وحاسس ان الدنيا لطيفه وسهله وعارف تتعامل فيها. لو ما طبقتش في المرحله دي مش هطبق تاني، مش هتشتغل ماكس تاني. اوكي، فبعد اذنكم المره الجايه مش عايز حد يجي من غير ما يكون مخلص الورك شوب كامله.